السلام عليكم حبيباتي. الوصفة ديال اليوم كورني بخبز تورتيلا اللي معمر بالدجاج. ومن لا يعرفه كلشي كيعرف هذه الوصفة هذه، واغلبيه يكونوا جربوها. ما شاء الله دابا الاواخر رمضان كيتقاداو لنا الافكار وكنعياو كيبغيو نديروا الحاجه السهله. اليوم غنحضر معكم الكورني ديال الدجاج، كيجي خطير ولذيذ. غنحضر معكم الطريقه اللي كندير في التتبيله ديال الدجاج ديالي، ان شاء الله تعجبكم. كما شفتوا معايا هنا عندي قطع ديال الدجاج، درت لهم شويه ديال الابزار، شويه ديال البودره ديال البصله، وشويه ديال البودره ديال الثومه. المهم التتبيله كتبقى لكم اختيار، انا حبيت نشارك معكم التتبيله اللي كندير لهاد الدجاج هذا اللي كتجي رائعه ولذيذه. هنايا درت شويه ديال بابريكا فيمي تحميره المدخنه. هنا غادي ندير شويه ديال لا موطارد اللي فيه دوك حبوب هكا ديال الخردل هكا صحاح تعجبوني، كيجي زوين مع الدجاج، كيعطي واحد البنه رائعه. هنا ندير واحد عصره ديال الليمونه ديال الحامض صافي، ونشحروا هذا الدجاج ديالنا تيتقلى لينا تياخذ واحد اللوين ذهبي. كيجي لذيذ بهاد التتبيله البنات، كيجي واعر ومسربيه. الا ما فيك ما تحكي الثومه، المهم مسربيه. ما فيك لا ديري تشلضي بصله دغيا، ديري هاد التوابل هادو ان شاء الله غادي يعجبوك، ودقيهم وردي عليا في لي كومونتير. هنا ندير شويه ديال زيت العود باش تشحر ليا صافي. كي قلت لكم نخليوه تيتقلى لينا وكيجي على هذا الشكل هذا دغيا كيتحمر لينا في المقله. وهنا غادي نديرو صوص هذا الكريمه. ما عندكش ديري دانون مسوس حتى هو غيعطيك نفس القوام ديال الحشوه هكا معلكه وبنينه صافي. وتزيدوا الفرماج الاختياري اي نوع بغيتو، ممكن ديروا مثلثات، ممكن ديروا موتزاريلا. انا درت شويه ديال الموتزاريلا، كتزيدوا بنه وتعليكه. المهم اللي متوفر عندك صايبه. ممكن هاد الحشوه ديري حشوه ديال الطون ولا اي حاجه عندك تعمري بها هاد لي كورن هادو، كيجيو خطيرين ولذاذ. اللي ديجا كديرهم ومجرباهم تخليها في لي كومونتير كي تجي هاد الوصفه هادي سهله صراحه وزوينه وشكلها راقي وكتعجب الوليدات وكلشي كتعجبو هاد الوصفه هادي، كتجي بنينه. المهم هنا غادي نستعمل هاد الخبز ديال التورتيلا هذا العادي. المهم نشارك معكم هي الطريقه ديال الطي ديال دوك لي كورن باش يجيوكم ناجحين يبقاو لكم في الشكل ديالهم وكيجيو محمرين كما شفتوا معايا في الاول الفيديو. صافي كناخذ هذا السيركل هذا ديال الخبز تورتيلا، راه ما كبيرش بزاف، هو راه موين، وقسمتها على النص. الا كان عندكم خبز تورتيلا كبير قسموه على 4 باش يجيوكم حلوين، ما يجيوكمش كبار هذوك لي كورن، فهمتي؟ هو الا هز بنادم وحده ولا جوج بركه، ولكن ثاني الا كانوا كبار بزاف ما كيجوش زوينين. وهكا ما كيعذبوكمش الا كانوا هاد القياس هذا، ما كيعذبوكمش حتى في الحشوه، كيهزوا الحشوه تبارك الله عامره. المهم كيتقاد بهذه الطريقه هذه سهله وبسيطه ما فيهاش تعقيدات. صافي وغادي نلصقو هنايا بالبياض ديال البيض. صافي غادي نبقى مستمره هكا حتى نكمل الكميه ديال هاد لي كورن اللي بغيت ندير. كيجيو على هاد الشكل قادين وزوينين وقياس، ما صغار ما كبار. صافي غادي نكمل الكميه كلها اللي عندي. كيوصل الاخر رمضان صراحه تيتقاداو الافكار، كتولي تبغي ديري شي حاجه هكا سريعه. صافي بنادم مع الاول رمضان عجني ديري هادي ديري هادي ديري هادي، صافي كيولي بنادم في الاخر كيبغي غير يدير السهله. المهم نتمنى تعجبكم هاد الوصفه اللي بارطاجيت معكم، حبيت نبارطاجي معكم بالطريقه ديالي. هنايا البنات غادي بعد ما كملتهم انا غادي ندهنهم دابا بالصفار بيضاء، درتهم مع شويه ديال صوص صويا كتعطي داك اللون هكاك زوين داك الذهبي. صافي هنا غادي ندهنهم كاملين حتى نكملهم. ما كتاخذش وقت دغيا توجديها قبل الفطور، وصفه سريعه ولذيذه. صافي هنا بعد ما كملتهم غادي ندير نزينهم هكا بشويه ديال الزراره. عندي هنايا درت لهم هي الزنجلان هذا الكحل والزنجل الابيض عادي، زين بسيط وكيعطي منظر. صافي هنا البنات بعد ما كملتهم غادي ندخلهم الفران
اللي غادي باش يتشمعوا ليا دغيا، وما يحتاجوش يطيبوا. حنا بغيناهم ياخذوا غير اللون، يتحمروا بهذاك البيض، داك صفاره البيض اللي درنا ليهم. صافي كيجيو البنات على هذا الشكل هذا، وكيجيو مقرمشين، كيجيو رائعين. المهم انا البنات راه كما شفتوني في الفيديو راه عاود شديتهم بالكيردون من الجنب، خفتهم يتحلوا ليا. واخا ندير لهم بيض البيض بانوا ليا شي حاشيات كيتحلوا لي، داكشي درت لهم داك الكيردون، دوك العويدات الصغار شديتهم بهم باش نتهنى بانهم راه ما غيتفتحوش ليا في الفران. وفعلا ما تفتحوش ليا. صافي وحيت دوك الكيردون من بعد ملي خرجوا من الفران. صافي دابا نعمروا هذا الكورن ديالنا، نحاولوا نستعملوا شي معلقه رقيقه باش يدخل لينا الحشوه حتى لداخل ديال الكورن، باش ما تجيش لنا داك التحت ديالو خاوي. صافي كي قلت لكم استعملوا اي حشوه كتحبوا. ممكن ديروا حشوه ديال الطون مع خيزو محكوك مع البيض، مع كتجي هذيك الحشوه تاهي بارده زوينه. المهم هي كفكره وصافي. وشاركت معكم هاد التتبيله ديال الدجاج اللي كندير. راه معروفه هاد الوصفه هادي، راه اغلبيه كيديروها في رمضان، كتجي زوينه وبلا رمضان. وصفه سهله وزوينه وسريعه. شوفوا ما شاء الله كيجيو شكلهم كيوت شكلهم راقي وبساط، ماشي شي حاجه اللي مكلفه. تقدري تستعملي اي حشوه وكيجيو رائعين ولذاذ. ممكن شتو راه زوقتهم شويه بالموتزاريلا منين درت لهم الحشوه، كيجيو زوينين ولذاذ. وإلا وصلتي معايا حتى لاخر الفيديو ما تنسينيش من لايك وكومونتير الا عجبتك الوصفه، وبارطاج مع الحباب باش قناتي ان شاء الله تعرف هكا بين مجموعه اكبر ان شاء الله. ومرحبا بالناس الجداد اللي انضافوا للقناه، وشكرا لكم بزاف على الدعم. وحتى نتلاقاو فيديو جديد ووصفه جديده. خليت لكم الراحه، مع السلامه.